تعالوا نعمل مع بعض مجسم السمكة القمر دي من الفوم بكل سهولة. فيلا نشوف الطريقة. في البداية هحتاج قطعتين من الفوم على شكل معين، وهي ان رسمت مثلثين بنفس القاعدة بالطريقة دي وبدأت اقصهم بنفس المقاس، وكمان قصيت دواير من الفوم بلونين مختلفين على حسب ما تحب. حطيت شمع على الزاوية بتاعة المثلث وحطيت دايرة باللون الاخضر، وبعد كده بدأت ادرج، اطلع بدايرتين وبعد كده 3 وبعد كده 4 و5 بالطريقة دي، ودرجتها بالالوان، يعني مرة لون اخضر ومرة لون اصفر ومرة لون اخضر بالطريقة الواضحة دي. هفضل اكرر الخطوات دي لحد ما اعدي نص الشكل اللي انا عاملاه. تقدروا تغيروا الالوان على حسب ما تحبوا وتختاروا الالوان اللي انتوا بتحبوها، او ممكن تخلوا السمكة الوان مختلفة، او ممكن تكون لون واحد على حسب ما تحبوا. مجسم السمكة ده جميل جدا وتقدروا تستعملوه في الوسائل التعليمية للاطفال، او ممكن يبقى نشاط والاطفال تنفذ معاكم السمكة بالطريقة اللي واضحة دي. انا كنت مستعملاها في وسيلة تعليمية وحقيقي كانت جميلة جدا. وده كده شكلها بعد ما خلصت ودرجت الدواير زي ما واضح كده. هعمل الجزء التاني بنفس الطريقة. جبت بقى شريط من اللون الاخضر من الفوم وبدأت اعمله رول كده بالطريقة دي، علشان ده اللي هيديني الجسم بتاع السمكة. ممكن تختاروا اي لون عادي لانه مش هيبان. وبدأت كده اثبته كويس، وبعد كده حطيت شمع عليه وثبته على الجزء بتاع السمكة ده بالطريقة دي كده بالشمع. الخطوة دي تقدروا تستغنوا عنها لو مش حابين السمكة تكون مجسم 3D، بس انا حبيت تكون ان هي مجسم 3D زي السمكة الحقيقية وتبقى شبيهة ليها شوية. وكده بعد ما ثبت الجزء التاني من السمكة بدأت بقى اجيب نص دايرة باللون الاصفر بالطريقة دي، ولو حابين لون اخضر مفيش مشكلة. واخدت كده المقاس بتاعها كويس جدا علشان ابدأ اثبتها علشان يبقى ده وش السمكة. بس حسيت ان انا عايزة ازود دايرتين باللون الاصفر من الطرف بالطريقة دي كده، وبدأت اثبتهم من الجهتين علشان يديني شكل حلو. وثبت جنب واحد بس بالشمع بالطريقة دي علشان اعرف اثبت نص دايرة اللي احنا عاملينها. وببدأ اثبت نص الدايرة من الجزء اللي احنا قفلناه بالطريقة دي كده، بحيث ان يكون طرفين نص الدايرة متوصلين في الجزء اللي مقفول، والجزء اللي مفتوح يكون في الجزء اللي فوق بالطريقة دي كده. اتمنى يكون شرحي مفهوم، بس الفيديو موضح كل حاجة. وبدأت اثبته كويس جدا، وكمان ثبت الاطراف علشان بعد كده هبتدي بقى اعمل زعانف السمكة. السمكة دي طريقتها سهلة جدا وبسيطة، وممكن كمان ننفذها بالورق، بس لو حابين تضيفوها لوسيلة تعليمية او ان الاطفال يمسكوها كمجسم تقدروا تعملوها بالفوم زي ما انا عملت. هنا بدأت اعمل الزعانف، قصيت مستطيل وبدأت كده اعمله زجزاج بالطريقة دي كده، بحيث انه يديني الزعانف اللي من فوق بتاعة السمكة. وبدأت اثبتها في الطرف المفتوح اللي احنا سبناه وما قفلناهوش بالشمع بالطريقة دي كده. والجزء اللي تحت عملت له برضو نفس الطريقة وبدأت اثبته بنفس الطريقة اللي عملناها. وعملت كمان زعانف السمكة بالطريقة دي كده، بدأت اثبتها في وسط الدواير تحتهم كده، ثبتهم بالشمع كويس جدا من الناحيتين. وده بقى كده شكلها بعد ما ثبتهم كلهم، وبقى شكلهم جميل جدا. ناقص بقى ديل السمكة. انا هنا رسمت باترون ديل السمكة، تقدروا تاخدوه سكرين شوت وتبدأوا تشوفوه. وقصيت منه 2 بالطريقة دي كده باللون الاصفر علشان اعمل ديل السمكة، وثبته في الجزء اللي من فوق ده، وسبت الطرفين مفتوحين علشان اقدر اموجه واسيح الفوم كويس، واقدر اعمله تمويجات كده ويكون ديل السمكة كأن السمكة عايمة في المية بالطريقة دي كده. ثبته وبعد كده هعرضه للحرارة بالمكوى بالطريقة دي، وابتدي اعرج فيه واحركه بالطريقة دي بحيث ان يبان ديل السمكة كأنها عايمة زي ما اتفقنا. ولو مش حابين الخطوة دي تقدروا تستغنوا عنها بكل سهولة، هيدينا السمكة جميلة جدا وتقدروا تكتفوا لحد كده. وكده بقى مجسم السمكة جميل معانا، ونقدر بقى نعمل الفم بتاعه. بدأت جبت شكل بيضاوي كده وبدأت افرغ الجزء اللي في النص بالطريقة دي علشان يبقى الفم بتاع السمكة. بدأت اثبته بالطريقة دي كده واداني الفم بتاع السمكة بنفس الشكل اللي واضح ده. وتقدروا تثبتوا دوائر من الفوم للعيون او العيون المتحركة زي ما انا عملت او كده. ممكن ترسموها على حسب ما تحبوا واللي انتوا شايفينه اسهل بالنسبة لكم. وكده السمكة شكلها خلص معانا. مستنية اعرف رأيكم واشوف تطبيقكم للفكرة.